بسم الله الرحمن الرحيم. بتوفيق من الله تعالى قمنا نحن أعضاء من الجيش البوليساريو التابعون للناحية العسكرية الرابعة بتأسيس كتيبة أطلقنا عليها اسم كتيبة الشهيد حمد خطر خندود تابعة للجناح العسكري لحركة شباب التغيير، وذلك من أجل أولا الدفاع عن أعضاء حركة شباب التغيير ضد محاولة لمس سلامتهم الجسدية من طرف القيادة الفاسدة لجبهة البوليساريو. ثانيا العمل على اختراق جميع الأجهزة العسكرية لجبهة البوليساريو من أجل الإطاحة بوزير الدفاع محمد أمين أبو هاني الذي راكم ثروات فاحشة على حسابه عرق الظروف البسيطة. ثالثا استهداف كل رموز الفساد لقيادة جبهة البوليساريو من أجل تنحيتهم عن السلطة التي يتشبثون بها بطريقة عمياء منذ أكثر من 40 سنة. وفي الأخير نلتمس من كل الصحراويين بمخيمات تيندو وكذلك الجنود من النواحي العسكرية كسر حاجز الخوف والانتفاضة من أجل إسقاط قيادة الظلم والجور من جبهة البوليساريو.